ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض سفرة فطار حلوة جدا وبسيطة، لا تفكري ولا تحتاري. حاجة كده حلوة جدا وتحفة وبسيطة جدا، تشوفي الفيديو وتقومي تجهزي بقى الفطار على طول. هنعمل صينية كوسة باللحمة المفرومة. وهقولك على كذا طريقة للتقديم، تقدري تقدميها بكذا طريقة مختلفة. أنا قدمتها بالشكل ده، شوية محاشي بالرز، وصينية لحمة، صينية كوسة باللحمة المفرومة مع سلطة ومخللات وعيش وبدنجان مخلل، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا أنا ولا، ولو أول مرة تشوفيني أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ الفيديو مع بعض. دي المكونات اللي معايا: الكوسة بتاعتي متقورة ونضيفة، واللحمة مفرومة كان في حدود نص كيلو او 400 جرام، وبصلتين بقى وايه وجزراية كده، لا مبشورة بالمبشرة لا في الكبة. هتيجي بقى يا ست الكل، هتروحي نبدأ نعصج اللحمة. بشرت البصل مع الجزر، وحطيته في مادة دهنية بسيط علشان اللحمة كان فيها نسبة دسم عالية. فحاولي وانتي بتعصجي اي لحمة تخلي بالك من التركة دي، علشان ايه؟ ما يكونش فيها نسبة دهون كتيرة. زي ما انت شفتي فضلت افكك في اللحمة كويس جدا علشان تكون مفرولة معايا. وبعدين بقى تبلي اللحمة بتاعتك. انا حطيت ملح وفلفل بهارات لحمة، هريسة، زعتر، حطيت ورق لوري مطحون، تقدري تحطي ورق لوري عادي، وتعصجي في اللحمة بتاعتك لحد ايه ما تنشف. وكمان شوية كده من عصير الطماطم، تقدري بدل ما تحطي عصير طماطم تقدري تحطي طماطم مقطعة مكعبات او طماطم مبشورة. طبعا الكميات دي على حسب راحتك وعلى حسب ايه حجم الصينيه اللي انت عايزه تعمليها. وكمان قرنين من الفلفل زي ما انت شايفه كده برضو في الكبه، مقطعاه كده تقطيع خشن. وهتسيبي بقى اللحمه تتعصج. هتظبطي طبعا الملح بتاعك. وحطيت كمان ادي فصين توم في الاخر كده. واول ما تشمي طبعا ريحه التوم وتشوحي التوم كده مع اللحمه، خلاص ايه بقى، تطفي النار على كده. هتيجي بقى نركب الطاجن بتاعنا. انا ده يا بنات جبت البايركس بتاعي والقلب بتاع الكوسه اللي احنا قورناه، حطيت منه شويه بس كده، ايه، فرشته في قعر البايركس بتاعي مع معلقتين من اللحمه المفرومه، مع طماطمايه متقطعه مكعبات، مع رشه كده من الكزبره. الخلطه دي بتكون حلوه جدا، بحطها تحت الكوسه. وطبعا ايه بتنغمس بيها بالعيش كده، بتكون حلوه جدا. هتكون طبعا هتملحيها شوية ملح وشوية فلفل. وهتبدأي بقى تحشي الكوسة بتاعتك باللحمة المفرومة بالشكل ده. هتحشيها كويس جدا، لان هي لما بتستوي، يعني قصدي لو حطيتي كمية قليلة من اللحمة المفرومة لما بتستوي فالصابع ما بيكونش ماسك نفسه وبيكون فاضي كده. انما لا، انتي احشيها كويس، اكبسيها كويس عشان لما تستوي تكون معاكي مظبوطة وحلوة. هتحشي طبعا كل الكمية، وهترصي في البايركس بتاعك. تقدري تعملي دور واحد او تقدري ايه تعملي كده دورين فوق بعض، بس ما تكتريش عن كده. هيكون معاكي بالشكل ده. هنيجي بقى نعمل التشريبة بتاعتنا. انا حطيت معلقتين صلصة مع شوية مية ومكعب مرق وفصين كده من التوم مهروسين. وتقدري تحطي عصير طماطم مع فصين توم. تقدري تحطي شوية شوربة مع عصير طماطم. فبراحتك خالص، بس اهم حاجة فصين التوم عشان ايه ريحة الطاجن بتكون حلوة جدا في الفرن، وتديها ريحة حلوة. هتغلفي بقى الطاجن بتاعك بورق الفويل، والفرن بتاعك سخن درجة حرارة عالية وعلى الصاجة لمدة بس ربع ساعة. أول ما تسمعي إن هو بدأ يغلي ربع ساعة، وتروحي تكشفي بقى الفويل وتسيبيه لحد ما يتشمع ويتشرب خالص ويكون معاكي بالحلاوة دي. متحمر الوش بتاعه، محمر شوية، تقدري تشغلي عليه الشواية وتحمريه اكتر من كده. وفي كده صوص بقى من تحت ايه تغمزي بيه بالعيش.
طريقة التقديم بقى يا بنات هقولك على كذا طريقة لتقديم صينية الكوسة. تقدري تعملي جنبيها اي نوع رز، اصفر او رز ابيض او رز بالشعرية مع شوية سلطة، وتقدميها بقى بالشكل ده. تقدري تحطي جنبها صنف مقبلات، اي صنف مقبلات، سمبوسة، ممكن سمبوسة بالجبنة، سمبوسة بطاطس مهروسة، كوبيبة، اي صنف مقبلات، وجنبها ايه، طبق شوربة. تقدري تقدميها بقى. انا قدمتها بالشكل ده. كان في بواقي رز محشي في التلاجة، فكملت بقى بقية الكوسة مع شوية فلفل، كملتهم محشي رز، وقدمتها بقى بالشكل ده مع السلطة والعيش والمخللات وبدنجان مخلل، فكانت بالشكل اللي انت شايفاه ده. وتقدري طبعا تعملي طبق شوربة بقى كده، شوربة خضار جنب طبق المحاشي ده، وهتكون سفرة حلوة جدا وبسيطة. جربيها ان شاء الله تعجبك، واستنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.